ليه الإنسان بيتغير مع الوقت؟ وليه في ناس كتير كنت أعرفهم بقيت حاسس إن هم مش هم، إن هم اتغيروا، إن هم بعدوا، إن هم ما بقوش نفس الناس اللي أنا كنت بحبهم وبحب أتعامل معاهم وأتكلم معاهم بحريتي. ليه لما بفكر مع نفسي بحس إن أنا كمان اتغيرت، إن أنا مش أنا، إن أنا مش نفس الشخص اللي كان مثلا أيام الجامعة. وبفضل طول الوقت برجع بأفكاري وبتمنى بقول يا ريت أرجع تاني نفس الشخص ده مرة تانية. الفكرة المهمة اللي هنا اللي احنا لازم نعرفها ان التغيير عموما مش حاجة وحشة، لكن هي حاجة طبيعية بتحصل لكل الناس، وبتحصل على مراحل وفترات مختلفة. وهي طبعا جزء طبيعي جدا من تطور الإنسان وتطور شخصيته. احنا عموما بنمر بمراحل نفسية مختلفة، والمراحل دي بتأثر على شخصيتنا، على أسلوب تفكيرنا، على نظرتنا للحياة. والمراحل دي بتتأثر بحاجات مختلفة وحاجات كتير. أول حاجة وهي التجربة. كل تجربة احنا بنمر بيها من بداية ما بنتولد، يعني تجارب المدرسة بتكون مختلفة عن تجارب الجامعة، بتكون مختلفة عن تجارب الشغل، بتكون مختلفة عن التجارب اللي احنا بنمر بيها لما بنتجوز أو لما بننفصل، أو لما بيكون عندنا أولاد. فعشان كده كل تجربة بنمر بيها بتأثر بشكل مختلف على شخصيتنا، والتأثير ده ما بيبانش مرة واحدة، بيظهر بالتدريج. وعشان كده لما بنخرج من كل مرحلة نفسية بنمر بيها بنحس إن شخصيتنا اتغيرت، وإن إحنا مش نفس الشخص اللي كان قبل كده. المشكلة هنا إن هي مش حاجة سلبية. إحنا دلوقتي في مرحلة تانية، بتفاصيل تانية، بناس تانية، بحاجات تانية مختلفة. تاني حاجة، الوعي بالنفس. كل ما وعيك بنفسك هيزيد، كل ما هتتطور أكتر وكل ما هتتغير أكتر وهتفهم نفسك بشكل أكبر وبشكل مختلف. في الطفولة مثلا بيكون وعينا تلقائي، يعني ما بيبقاش عندنا خبرات وما بيكونش عندنا وعي كفاية بحياتنا وبالحاجات اللي احنا عايزين نعملها. عشان كده بيكون الأهل موجودين، وعن طريق التربية بنقدر إن احنا نطور من شخصيتنا، وإن احنا نكون أفكارنا ووعينا. لكن مع مرحلة معينة بنبتدي نسأل نفسنا أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أشتغل إيه لما أكبر؟ أنا عايز حياتي تبقى شكلها عاملة إزاي؟ وكل ما بيكون في أسئلة جديدة كل ما وعيك بيزيد. كل ما بيزيد وعيك كل ما بتبتدي تغير حاجات كتير في حياتك، بتبتدي ان انت تغير اسلوب تفكيرك، بتبتدي ان انت تشوف ايه هي العلاقات اللي بقت مناسبة ليك او المناسبة للمكان اللي انت فيه دلوقتي. فعشان كده بتحس فجأة ان في حاجات اتغيرت، بس الحقيقة ان انت بتتغير كل ما وعيك بيزيد اكتر. والوعي عموما بيزيد كل ما بنكبر وكل ما بنتعلم حاجات جديدة او بناخد خبرات جديدة. تالت حاجة، تغيير الأولويات. كل ما بنكبر كل ما أولوياتنا بنتغير. في البداية بنحاول طول الوقت إن احنا نثبت نفسنا، وده طبعا بيكون في الدراسة أو في الشغل. بعد كده بندور على الاستقرار، فبنقرر هنتجوز ولا لأ، هنجيب أولاد ولا لأ. وبعد كده بتيجي مرحلة جديدة، وهي المرحلة اللي احنا بندور فيها على المعنى، عن السلام الداخلي، عن السعادة الحقيقية. وفي كل مرحلة احنا بنتغير، احنا ما بنبقاش ثابتين. وفي كل أولوية جديدة بنتعلم منها حاجة جديدة وبنبقى شخص تاني. مش معناها ان احنا بقينا حد شخص مختلف او حاجة وحشة، لا، ده تطور طبيعي. المشكلة دلوقتي مش ان احنا اتغيرنا بشكل سلبي، لا، احنا بس أولوياتنا اتغيرت.